خطا واحد وخسر اكثر من 20,000 درهم في سيمانه واحده، حيت ما دارش واحد الحساب. هذا واحد السيد كيبيع لي برودوي كوزميتيك، لا دوموند ديالو من ديما كانت ستابل حتى لواحد السيمانه طق لقى راسو غيبشو ستوكات ما كاينينش، السلعه ما كايناش، والسبب كان خارجي وخارج على الاراده ديالو اللي هو السوبلاير ديالو ولا الفورنيسور ديالو اللي عطل عليه السلعه باكثر من 10 ايام، خسر 282 كوموند، وبعض الكليان ديالو مشاو للكومبيتيتورز، مشاو للمنافسين ديالو. هذا السيد هذا كان ممكن يتفادى هذا المشكل هذا وهذه الخساره الكبيره هذه بحسابات بسيطه جدا، الحساب ديال ريوردر بوينت ديال ستوك سيكوريتي ويدير سيغمونطاسيون ديال لي برودوي ديالو. هاد السوليسيون هذه كتحل كاع المشاكل ديال جيستيون ستوك وغتفادى بواحد النسبه ديال 90% اللي غيمشيو ستوك، سوف لا طرات شي فورس ماجور، شي زلزال، شي تسونامي، سينو راه كتكون واخد اون كونسيديراسيون كاع لي فاكتور اللي ممكن يسببوا لك في رupture ستوك، اللي هما جوج ديال لي فاكتور، لا دوموند او ديلي ديال ليفريزون فورنيسور. هادو هما اللي كيأثروا على ستوك ديالك وعلى واش غطيح في رupture ولا لا. الا كنتي كتميتريزي هاد لي دو ولا امبليمونتيتيهم ولا دخلتيهم في الكالكول ديال سيفتي ستوك او ريوردر بوينت، فما عمرك غادي طيح في رupture ستوك سوف في دي كا اكسبسيونيل. دونك الا كنتي باغي تيفيتي بحال هاد الخسارات هادو بحال لي بروبليم هادو، ولا كنتي انتريسي انك دير لامبليمونطاسيون ديال واحد السيستيم كلير ديال لا جيستيون ستوك اللي غيخليك عمرك طيح في رupture ستوك، خلي لي ميساج ونهضروا على لي ديتاي اكثر.